السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهارده ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد، بس بقى في الاول بقى انتوا بقى تعملوا لي لايك، واللي بيشوفنا ومش مشترك ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. بصوا بقى النهارده يا جماعة يوم اليوم العالمي، يوم المطبخ، يوم المطبخ. بصوا، انا عايزه اعترف لكم اعتراف. انا اللي وصلت المطبخ للدرجه دي، ايوه انا بجد اللي وصلته لكده. بس خلاص يعني انا عندي الحل، انا عارفه ان انا هرجعه ازاي. اول حاجه انا مسكت اللي هو الستاند اللي جنب التلاجة، وفضيته خالص من الحاجات اللي هي موجودة عليه. وبعد كده خدته على البانيو عشان يعني هغسله غسلة معتبرة. حطيته بقى كده في البانيو، وجبت المسحوق بقى اللي هغسله بيه يعني، وجبت السفنجة وبدأت أقوم بقى ان انا اغسل فيه. بس لقيت ان في حاجات لازقة كده فيه، او في دهون صغيرة برضو كده. بص انا عايزة اقول لكم، المطبخ حتى الحاجة لو بعيدة عن البوتاجاز برضو بيوصل لها دهون. فالمهم جبت بقى سترس بتاعي. عايزة اقول لكم ان ده السترس اللي في الازازة الصفرا ده باور سايب، يعني باور سايب من بتاع المنظفات، وانا حاطاه فيها. بس عايزه اقول لكم ان هو كان وحش جدا، يعني ما كانش بيعمل او بيشيل بالطريقه اللي انا عايزاها. مثلا هنا كان بيشيل في الستاند ده، لان كان فيه دهون صغيره وكده، حاجات بسيطه، فكان لا بيشيلها. بس لما نيجي عند البوتاجاز وكده مش هيعمل اي حاجه خالص. فقلت خلاص خليه في الحاجات البسيطه خالص. المهم ايه، رشيت كده بقى على الستاند ده. انا كان ممكن ان انا افكه واركبه، بس بصراحه كان هياخد وقت وكده، وانا ما كان ورايا حاجات كتير. فقلت لا هعمله كده يعني، وهو واقف كده ومفيش حاجه يعني فيه غير الارفف دي او الجناب وخلاص، وهغسله هرشه بالميه وهسيبه ينشف، ومش محتاج ان هو يتفك بصراحه وايه ويتركب تاني يعني. اهو بصوا، جبت بقى كده الخرطوم بتاعي. عايزه اقول لكم محمد عمل لي اختراع عظمه. احنا عندنا حنفيه صغيره تحت الحوض، اللي هي متقوضش قوي دي. ومحمد جاب لي حته خرطوم بقى كده ووصلناه. عايزه اقول لكم ضغط الميه فيها ما شاء الله عليه. فبصراحه اسعفني قوي في الحاجات اللي انا كنت بعملها في الشقه يعني. خلاص بقى كده خلصته، وسبته ان هو ايه يصفي ايه مع نفسه. جيت بقى هنا عند الرخامه، الحاجات اللي انا حطيتها اللي كانت في الستاند. في حاجات انا كنت غاسله العلب بتاعتها. انا زي ما عايزه اقول لكم، المكرونات برضو عندي خلصانه يعني وكده والحاجات دي. ففي علب كانت فاضيه كنت غاسلاها، وعلب كانت عايزه تتغسل كلها. فانا ايه مسكت العلب اللي انا كنت غاسلاها، خدت الغطيان بتاعتها، ان الغطيان بتاعتها اتطربت طبعا عشان هي مكشوفه. فخدت غطيان حطيتها في الحوض علشان هغسلها. والعلب اللي فضيت خالص خدتها اغسلها ايه كلها. تمام. وبعد كده نقلتهم على البوتاجاز، يعني العلبة اللي فيها مكعبات المرق دي شلتهم منها وخدتها غسلتها. علبة النشا فضيت كلها خدتها غسلتها. علبة علبة اللسان عصفور خدتها غسلتها كلها. العلب الباقية بقى دي اللي هي الغطيان بتاعتها مطربة، دي خدتها يعني خلعت الغطيان بتاعتها وغسلتها. وبعد كده نزلت الغطا بتاع البوتاجاز، وهنقل اللي على الرخامة على البوتاجاز عشان خاطر ايه اغسل الرخامة واغسل الحيطة اللي وراها وكده، وبعد كده هرجعهم تاني. بس كده نقلتهم هنا. عايزه اقول لكم كمان اللي هو المنظم اللي واقف ده، اللي فيه المعالق الخشب، والطقم اللي هو مش عارفه اسمه ايه يعني، اللي هو الحاجات اللي بنغرف بيها وكده. ده برضو لسه كنت مفضياه اليوم اللي قبليه، وكنت غسلاها كلها، فطبعا كانت نظيفه. بعد كده رحت بقى للرخامه فضيتها خالص. وبعد كده هبدا ان انا ارش اللي هو انا زي ما قلت لكم الباور، اللي هو الباور السايب ده يعني. وهبدا بقى ان انا ارش على الحيطان كده، وهرش على الرخامه. عايزه اقول لكم من الحاجات الغلطه اللي احنا غلطناها برضو لما كنا بننقل الشقه، ان احنا ما غيرناش سيراميك المطبخ يا جماعه، بجد والله العظيم يعني. سيراميك المطبخ ده كان لازم يتغير، مع ان احنا غيرنا سيراميك بلكونه المطبخ تماما كله. هي ما كانتش سيراميك اصلا، عملنا لها سيراميك من الارض للسقف. وعملنا الطرقه اللي قدام المطبخ دي كلها سيراميك. بس مش عارفه ازاي فاتتنا حته المطبخ بقى، كان الحيطين والارض دول بصراحه عايزين يتعملوا، كان بالمره كانت الشقه فاضيه بالمره. كان بصراحه المفروض يتعمل. فاي حد بجد واخد شقه الاسكان دي لازم يغير سيراميك المطبخ، ده لازم. سيبك من سيراميك الشقه، هو لازم يتغير سيراميك الشقه هو كمان، بس مش مشكله يعني، سيراميك المطبخ اهم. المهم رجعت بقى نرجع بقى للرخامة. خلاص رشيت عليها كده الباور، سبتها شوية، وبعد كده جبت المسحوق بتاع المواعين العادي، رشيت عليها. وعايزة مية عشان بقى ارغي، فبدل ما احط برضو مية عادية، لا انا عاملة اللي هي المية بالصابون دي اللي بغسل بيها المواعين. برضو رشيت منها عشان ارغي يعني. بصوا كله صابون في صابون. عايزة اقول لكم رشيت كمية اللي هي المنظفات دي. عايزة اقول لكم صدري والله العظيم
صدري كتم ونفسي راح. رشيت كمية كبيرة جدا، بس هو بجد كان محتاج الكمية دي، وكان محتاج الرشة الجريئة دي بتاعته يعني. المهم ايه، دعكت بقى كده دعكة كويسة وجيت ألم الصابون، عايزة أشوف برضو ايه الأماكن اللي هي عايزة تدعك تاني. فلقيت اللي هو المكان اللي هو جنب البوتاجاز ده عايز يدعك تاني. عايزة أقول لكم الرخامة بقت فلة، بقى البني بتاعها كده بقى بيلمع. كانت مطفية الأول بصراحة. وحاجات في الحيطة كده، رحت ايه رشة تاني برضو. عايزة أقول لكم إيدي اتبهدلت والله العظيم، ايدي اتبهدلت فعلا. عارفين انتوا العقل كده، الفاصل بين العقل ده كده عندي فتح، مش عارفه ليه. فاختي بتقول لي ده من الحاجات اللي انت رشيتيها وكده. وبقت ايدي وجعاني جدا بصراحه، اكتر ما هي وجعاني اكتر. يعني انا عندي الصوابع وكده، عارفين انتوا الجلد الزياده ده انا بشيله. انا من الناس اللي عارفين انتوا اللي عندها حاله نفسيه وبتشيل الجلد، انا بشيله بصراحه. ايدي بتبقى متدمره. فبالكوا بقى باللي انا عاملاه ده ايدي اتدمرت اكتر واكتر. فالمهم قعدت بقى ادعك كده، وجبت بقى الفوطه، وبقيت ان انا ايه الم كده الصابون الزياده، وارجع بالفوطه تاني وانشف وامسح ايه الصابون يعني. وخلصت الحيطه بصوا اللي هي اللي ورا دي. وطلعت بقى على المطبخ برضو. المطبخ برضو رشيت عليه اللي هو الباور ده، وبدأت ان انا ادعك فيه. والمقابض بقيت ان انا ادعكها برضو، كانت مغير اللون بتاعها. فدعكتها برضو كده، ودعكت الازاز. بصوا بصراحة المطبخ اتخدم المرة دي جدا، المطبخ متعوب عليه يعني. فما تستخسريش بقى، اللايك بقى بتاعك بقى. وايه يعني بصوا، كل واحد عايز يتشجع كده يجيب الفيديو ده كده قدامه بصراحة ويتشجع، لانه بجد اتعمل آه كل حاجة فيه. غير ان انا عاملة التلاجة، الفيديو تقريبا من فيديوهين فاتوا كده كنت عاملة التلاجة، عملتها برضو. هتقولي طب انت عملتي التلاجة ليه ما عملتهاش مع المطبخ؟ اولا التلاجة بتاخد هدة لوحدها وغلبة لوحدها. ثانيا انا الجزء اللي انا عملته معاكم ده هو بلكونة المطبخ، قعدت فيه يوم كامل، يوم كامل فعلا. ثالثا التلاجة كانت فاضية، فاستغليت ان ممكن محمد في اي وقت كان هيجيب حاجات في التلاجة. فانا استغليت بصراحة انها فاضية، مش تقعد فاضية المدة دي كلها. فعشان كده ان انا عملت التلاجة وخلصت منها. بصوا رجعت بقى الحاجة تاني مكانها. عايزة اقول لكم الكاتل برضو من الحاجات اللي انا كنت عاملاها، كنت عامله له اللي هي المية بملح بليمون دي، وكنت دعكاه دعكة معتبرة. فعشان كده برضو ما عملتهوش المرة دي. هرجع بقى كده الحاجة مكانها عشان خاطر هعمل البوتاجاز. بس طبعا راجعة والرخامة نظيفة. هعمل بقى البوتاجاز، وما أدراكم ما البوتاجاز. هتشوفوا شكل البوتاجاز ومنظر البوتاجاز. بس الأول هعمل الخلطة السحرية يا جماعة اللي أنا بعملها في كل تنظيفة، فعلا خلطة سحرية. أنا جبت الطبق بتاعي، حطيت فيه كده شوية من الكلور، وحط عليهم بروة من الصابونة، وهحط المكون السحري بتاعي اللي هو البيتوس. البيتوز ده مكون سحري ما بستغناش عنه في التنظيف. هتشوفوا هينضف معايا بجد ازاي. حطيتهم كده وهبدا ان انا ادوبهم كده. ده بصوا كلور والبيتاز وبربط صابونه. هتجسوا كده الطبق هتلاقيه سخن من التفاعل، تفاعل البيتاز بيبقى سخن. طبعا انا من الناحيه التانية عامله له بصوا بقى اللي هي باستيلا كده من الميه المغليه. هغلي ميه كده واحطها عليه. انتوا بقى مش متخيلين التفاعل اللي بيعمله الخلطه دي، او النتيجه اللي بتديها الخلطه دي. الخلطة دي بجد بجد جبارة. هعمل ايه بالخلطة دي؟ هنزل بيها ورا البوتاجاز. طبعا ورا البوتاجاز من الاماكن اللي انا بعرفش اوصلها، حتى في التنظيف العادي مش بعرف اوصلها. لازم ان انا بصوا البوتاجاز ان انا اشده كده واجره كده، وابدا اعمل من وراه. بس عايزه اقول لكم ان في رجل مكسوره، وانا بصراحه بخاف. يعني اخاف ان الرجل تتكسر اكتر، لان هبقى مثبتها على حاجات لا يعرف يتجر ولا يعرف يتزق. واخاف وانا بعمل عليه اكل ولا حاجه ان هو يتهز او كده والحاجه تقع، وانا عندي ايه اطفال. فالمهم لا، انا بشيله كده بصراحه في المناسبات، يعني او مثلا من عيد لعيد، او كل مثلا 6 شهور مره. بصوا بقى جبت بقى الخلطه بتاعتي، وبدات ان انا ايه ادلق كده. ادلق بقى يا باشا بقى، ادلق. بتنزل بجد، اول ما بتنزل على الارض اي حاجه بتشيلها في وشها. بصوا بقى على الارض وعلى الحيطه وعلى ظهر او على الجنب بتاع المطبخ بتاعي. بصوا كله كله ما بسيبش. عايزه اقول لكم انا بس بدلق كده، وهي بتنزل تاخد اللي في وشها كده، والحاجه تبدا تبيض قدامك. والله العظيم بجد خلطه جباره. وبرده ما استكفتش بكده، جبت الباور بتاعي، وبدات ان انا ارش على المطبخ. هنا بقى في المنطقه دي عرفت ان الباور ده ملوش اي لازمه بصراحه، بيعملش اي حاجه، وعايز الحاجات الخفيفه. فقلت لا بقى، جبت بقى سترس الاصلي بقى.
عندي بقى ستس الاصلي طلعت، قلت لا انا مش هستخسره بقى، هستخسره في ايه؟ عايزه اقول لكم الباور السايب ده استخدمته ان انا انضف بيه الارض، بقيت ادلقه كده على الارض. انما سترس بقى الاصلي ده لا بقى، طلعته بقى وسبته للحاجات الجامده دي. تمام. سبت بقى البوتاجاز كده. عايزه اقول لكم البوتاجاز كان متبهدل عشان خاطر انا كنت طابخه واليوم اللي قبليه عشان عارفه ان انا اعمل مطبخ، فلما عمل كده بصراحه سبته، قلت انا كده كده هظبط الدنيا. جيت بقى الازاز بتاع البوتاجاز، بصوا يا جماعه الازاز بتاع البوتاجاز انا بفكه. ايوه، هاتي مفك كده وهفك الاربع مسامير دول كده لو متبهدل كده زي حالاتي، انما لو مش متبهدل خلاص. بس انا بصراحه كان متبهدل، وهو ازازين، الازاز ده والازاز الخارجي بتاع البوتاجاز، فبيخش بينهم كده حاجات، فانا لا بفكه علشان انضف كله. شايفين انا فكيته اهو بكل سهوله. بعد كده بجيب السترس بتاعي وابدا ان انا اغرقه كده وارش عليه، وبكل سهوله كل ده اللي عليه هيطلع وهيدعك معايا يعني بكل سهوله. بصوا شايفين اهو حطيت السترس وانا منزله ظهر البوتاجاز، والباقي بقى ده ما بيتفكش، الازاز ده ما بيتفكش. رشيت عليه سترس كده وهسيبه إيه مع نفسه يعني من بره ومن جوه. عايزه اقول لكم ظبطت البوتاجاز. عايزه اقول لكم ان انا كان نفسي امسك جردل الميه او طبق ميه او خرطوم ميه وهوب اقوم دلقه على البوتاجاز. عارفين انتوا الناس دول اللي بتبيعوا على البوتاجاز، اللي بيدلقوا على البوتاجازات، بس طبعا لا، طبعا البوتاجاز هيبوظ يعني. فالمهم انا بصراحه كان وصلني الاحساس ده، كان نفسي كده اجيب طبق ميه كده وادلق بقى على البوتاجاز بتاعي، بس طبعا كان هيتدمر. المهم بصوا بقى مسكت الازاز بتاعي وبدات ان انا ادعك. بصوا بقى ايدي بقى حسيت بكهربا كده بين العقل بتاعت صوابعي. عشان كده هبدا بقى ان انا البس بصراحه جوانتي، مش هينفع اكمل بالمنظر ده. انا ايدي اتدمرت حرفيا والله العظيم، ايدي اتدمرت. المهم قلبت الازاز الناحيه التانية ورشيت عليه، وبقى مش هينفع بقى، مش هينفع اعمل بايدي كده، خلاص كفايه. لبست بقى كده الجوانتي وبدات ان انا ادعك بقى كويس قوي في لوح الازاز ده. بس تبقي حريصه، مش ان انت تفكيه ويتزفلت منك ويقع يتكسر وتقولي لي منك لله، لا لا، بحرص جدا. بصي تبقي حريصه خالص، انا بجد كنت حريصه عليه جدا. اللي هو انا عايزه اقول لكم لان كان عندي حاجات في الحوض كان ممكن اغسله على الحوض، بس انا كان عندي حاجات اللي انا كنت مطلعها تتغسل، فغسلته هنا على البوتاجاز وشيلته بكل حرص، حطيته تحت الميه، غسلته وركبته على طول. فعايزه اقول لك تبقي حريصه عليه، تبقي حريصه عليه جدا جدا، مش تفكيه ويتكسر منك وتقولي لي منك لله، لا تبقي حريصه عليه. بس خلاص بقى خلصته، وبصراحة رحت ركبته على طول على طول واتشهدت كده لما ركبته. هرجع بقى هنا البوتاجاز. بصوا بقى البوتاجاز انا هنا كنت طبخة، دي كانت صلصة اللي واقعة، كنت عامله بقى اللوبيا وعامله رز وعامله لحمه وعامله لسان عصفور وعامله ملوخيه. بصوا كنت عامله اصناف قد كده. فبصراحه بجد تعبت اليوم ده، فما كنتش قادره كمان ان انا انضف البوتاجاز. قلت عليه خلاص انا بكره هعمل ان شاء الله البوتاجاز، فهعمله بالمره يعني. فشلت بقى كده، جبت فوطه ولميت كده لو في رز واقع، لو في لسان عصفور، اي حاجه واقعه كده هلمها علشان خاطر ارش السترس وكده والحاجات دي يبقى على سطح البوتاجاز على طول، مبقاش فيه اجي اشيل يعني ويطلع معايا اكل وحاجات زي كده. بصوا بقى رشيت بقى سترس بقى هنا، بصوا بقى رشيت عميته والله العظيم عميت البوتاجاز من السترس. عايزه اقول لكم ان اللزق اللي ورا ده مش لازق بوتاجاز ولا حاجه، الشقه القديمه انا كان عندي رخامه بيضه، فكنت جايبه لها اللزق ده، فما كنتش عارفه استخدمه هنا بصراحه. يعني الرخامه اللي هنا عندي بني، فمش هلزق لها لزق بني. ففكرت كده اللزق بتاع البوتاجاز اللي عندي ده شيلته لما عملت البوتاجاز المره اللي فاتت، وما حطيتش مكانه، ما جبتش يعني. فرحت حاطه ده مؤقتا بصراحه، قلت اهو غامق وهيستحمل الدهون وهيقضي الغرض. فبصراحة قلت ان انا اركبه هنا يعني واستفاد منه. بصوا بقى رجعت بقى للبوتاجاز بقى، قعدت ادعك فيه ادعك فيه ادعك فيه، بصراحة يعني خد مجهود جبار. انا كنت حابة ان انا ادعكه كويس قوي قوي يعني. هي بقى تنظيفة المرة دي بصراحة تنظيفة العيد تنظيفة عميقة جدا. فقلت بقى لا، كل حاجة لازم اديها حقها. قعدت ادعك كده فيه، طبعا الحاجات هي طلعت بسرعة، دي اللي هي الصلصة اللي كانت واقعة دي كده طلعت ما خدتش وقت. وهدعك بقى الورق اللي انا قلت لكم عليه برضو، الدهون برضو من عليه طلعت بسرعة. عايزة اقول لكم البوتاجاز بتاعي بقى فيه حتة حرق من هناك كده، هي حرق، هي مش وساخة، دي حرق. هوريكم انا عملت فيها بصراحة. المهم جبت بقى الفوطه بتاعتي وبدات ان انا الم الصابون كده علشان اشوف لو في حتت تاني عايزه تدعك من الصابون. طبعا ما كنتش شايفه، فانا عارفه ان هو مش هيدعك من اول مره، لا انا عارفه ان في حتت تاني هتبقى كده عايزه تدعك. فلميت الصابون كده بتاعي وهبدا ان انا اشوف الحتت اللي عايزه تدعك تاني كويس قوي، وهبدا ارش عليها تاني وهدعكها يعني.
زي ما قلت لكم مش هنستخسر صحتنا خالص المره دي يعني. عيد بقى كل سنه وانتم طيبين. قولوا لي بقى وصلتوا لحد فين كده في الشقه، عملتوا ايه، خلصتوا ولا لسه؟ المهم بقى بصوا الحته الحرق دي اللي هناك دي كده في عند البوتاجاز، جبت كده حته من الصنفره، قطعت كده حته صغنونه وهبدا ان انا اعملها بالصنفره. عايزه اقول لكم ان انا دخلت على الفيس مره في جروب ولقيت بنات كتير شاكيه نفس الشكوى دي، ان في حرق كده في البوتاجاز، في سطح البوتاجاز من فوق. انا مش عارفه ده بايه بصراحه، مش كل البوتاجازات بيحصل لها كده. انا بوتاجازي بيحصل له كده، وبصراحه كان في كذا بنات يعني كاتبين اسامي بوتاجازات مختلفه، فمش عارفه ايه السبب بقى. المهم حد فيهم كان كاتب ان الصنفره، يعني هاتي بقى حته صنفره كده وصنفري الحته دي. فانا بصراحه كل فتره بعملها، بجيب كده حته صنفره لما بلاقيها زادت قوي كده، ببدا اجيب الصنفره كده على خفيف وابدا ان انا اعملها صنفره ناعمه مش صنفره خشنه، وابدا ان انا اعملها. فانت لو بوتاجازك بيعمل كده هاتي الصنفره واعمليها كده، صنفريها الحته دي صنفره على بسيط، وبعد كده اغسليها يعني هتنضف معاكي وترجع يرجع يعني سطح البوتاجاز بتاعك كويس. انا صنفرتها وبعد كده جبت بقى الصابون بتاعي وغسلتها وخلاص بقى. دي كده اخر تنشيفه للبوتاجاز، علشان خاطر هرجع بقى العيون. انا خدت العيون بتاعتي ودعكتها بقى على الحوض كده دعكه كويسه جدا، وسبتها انها تتصفى، وبعد كده هرجع ان انا ارجعها تاني. العين اللي في النص طبعا دي كانت نظيفه لانها كانت متغلفه، انا غيرت لها بس الورق بتاعها او الغلاف اللي انا مغلفاه بيه ده، وهرجعها تاني. هرجع بقى العيون، بصوا دعكتها كده، وهرجع بقى العيون مكانها، واللي هو الغطيان اللي عليها من فوق دي مكانها، واللي في النص هحط لها التغليفه بتاعتها، وهرجع اللي هو الحديد مكانه، اللي هو الحوامل بتاعه البوتاجاز. وكده البوتاجاز كان خلص. عايزه اقول لكم فعلا البوتاجاز نضف المره دي جدا، من بره ومن جوه ومن الجناب ومن كل حته بصراحه. يعني البوتاجاز يعني اتغسل كده او استحمى حمايه العيد، احنا حمينا المطبخ حمايه العيد. بصوا بقى الحيطه طبعا دي بقى بتبقى فاضيه، الحيطه دي عندي فاضيه بس بتبقى مبهدله كده، وشايفين بصوا لحوسه بقى من ايدينا، ايد العيال. بصوا شايفين. فكل ده همسكه ان انا هصبنها كده بصراحه، هصبنها كده في السريع. وبعد كده هجيب الموب بقى بتاعتي دي، وبصوا بقى مش حته حته كده اعملها بالفوطه، لا، بجيب بقى الموب بتاعتي او المساحه بتاعتي دي كده بغسلها، وابدا ان انا انشف كلها الحيطه، ما تاخدش معايا دقيقه وكلها بتنشف في ثانيه واحده. بصوا شايفين بتنشف كلها كده مع بعضها في ثواني اهو. هبدأ بقى ان انا انشف الحيطة بتاعتي او اشيل الصابون. بصوا هوصل لحد فوق لحد السقف. هي بصراحة حلاوتها انها بتوصل معاكي لاماكن عالية اللي انت ما بتقدريش توصلي لها، هي الموب دي بتوصل معاكي. فضيت بلكونة المطبخ كده اهو، لسه هشيل الحاجة دي. هنا كان في شنط شلتها وفضيتها، وهعمل الشباك. وبفكر ان انا افك الستارة بصراحة، لا انا افك الستارة واغسلها، هفكها يعني. وهمسح بقى السخان والشباك والسيراميك ده عايز يتعمل. طلعت السلم بقى علشان خاطر آه نشوف بقى نعمل الحاجات دي كلها ازاي. بصوا بقى هنا بدأت بقى ان انا افك الستارة خلاص، يعني فكتها عشان انا هغسلها. بصراحة كانت متبهدلة جدا، هي من ساعة ما اتركبت ما انا ما غسلتهاش. فلا قلت لا مش هينفع كده، لازم هفكها وانا اغسلها. فكتها. عايزه اقول لكم حاجه بقى على الستاير دي. الستاير دي الدبل الصفرة دي بتتشال، بتفكيها من بعضها وتتغسل في الغساله عادي. يعني عشان انا شفت ناس عاملين اختراعات كده، حاطين عصايه مقشه كده في الدبل دي وحاطينها في الغساله وبيغسلوها. يعني انت اول مره تشوفوا شباك المطبخ مفتوح. بصوا بقى انا يعني اتجرأت وفتحته خلاص. بصوا بقى عليه تراب ومتبهدل اهو. بصوا شايفين بقى عامل ازاي اهو، بصوا شايفين. طبعا ده كله عايز يتعمل، فانا هحاول بقى على قد ما اقدر بقى اعمل دلوقتي. بصوا شايفين التراب اهو اهو. عايزه اقول لكم بس انا مش عارفه اصور لان الستاند هيبقى في ظهري، فمفيش حاجه هتبان غير ظهري بس، يعني مش هيجي غير ظهري بس. فعشان كده انا مش عارفه ان انا اصور وانا بعمل اهو. بصوا من بعيد اهو الشباك اهو اهو. وانا شلت الستاره علشان هغسلها، يعني خلاص قررت ان انا هغسلها.
عايزه اقول لكم ان انا خلصت بقى كده بلكونه المطبخ وقفلت الشباك بسرعه، لاني لقيت نمله كبيره داخله من الشباك، فبجد والله خفت. قلت طب يعني هو النمله دخلت وانا واقفه كبيره، ممكن اي حاجه تاني تخش وانا مش واخده بالي. طب وعلى ايه؟ خلصت بقى بسرعه بسرعه، قفلت وجيت بقى على المطبخ بقى من تحت كده برده. لازم هو كمان برده يتنضف كده ويتلمع تلميعه معتبره. برده رشيت عليه السترس يعني والحاجه، ودعكته دعكه كويسه، وجبت بقى الفوطه بتاعتي وبدات ان انا الم الصابون كده. بصوا شايفين بقى بجد حلاوه اللون بتاعه، انه بينضف بسرعه، وحشته انه يتبهدل بسرعه. بس كده بصوا بقى خلاص هرجع الحاجه دي مكانها، والارض هنا هبدا ان انا امسحها كده واغسلها وخلاص. شايفين بقى؟ بصوا بكده على طول هي كده الدنيا خلصت. بصوا شايفين بقى المطبخ بقى عامل ازاي؟ بقى فل بجد، بقى زي الفل. البوتاجاز والمطبخ والارض والطرقه كمان والحيطه، وكمان فرشه المطبخ بقى اتغسلت واتدعكت بقى. بصوا بقت قشطه ازاي، رجعت نضيفه ازاي كده. لا لا بجد انا فخوره بالمطبخ والله العظيم، بقى حلو قوي قوي. وده كده كان المطبخ بتاعنا النهارده. تعالوا بقى عايزه اوريكم يعني فخر الخلطه بجد اللي انا بعملها معاكم. بصوا انا عايزه بس اوريكم شكل السكريه. بصوا شايفين؟ بصوا اكنها جديده. بصوا شايفين؟ بتبرق. بصوا بتلمع ازاي، شايفين؟ اهي ادي السكريه. يعني عايزه اقول لكم بجد والله العظيم الخلطه جباره جباره. يعني اللي جربها بجد بعت وقال لي. تعالوا برضو اوريكم حاجه تاني، طبعا لسه عاملاه سكر. تعالوا بقى اوريكم حاجه تاني. بصوا بقى، بصوا شايفين المقشره؟ بصوا عامله ازاي. بصوا حتى كمان السلاح بتاعها، بصوا شايفين بيلمع ازاي. بصوا شايفين المقشره اهي، ما فيهاش اي حاجه. عايزه اقول لكم المقشره دي بتبقى من هنا، اللي هي الحبيبات اللي طالعه دي كده، بتبقى هنا في طبعا وساخه بتخش لها. بصوا شايفين بقت عامله ازاي اهي. ادي المقشره وادي السكريه. طبعا حاجات تانية كتير عملتها معاكم قبل كده، بس بصراحه اكتر حاجه بتفرحني هما الحاجتين دول. بصوا بيرجعوا يعني احسن من الجداد كمان. بصوا شايفين اهي، ادي المقشره اهو. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يلا استنوني فيديو جديد، ومع السلامه.